ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى ده معايا ب100 جنيه بنيه. قسمت خدت القطعه اللي هي السميكه لوحدها والرفيعه لوحدها. تمام. هنا بقى هندبل البانيه بصلتين وفصين توم وشويه شويه وقرن فلفل احمر كده او اي حاجه. هنا حطيت كمون وملح وبابريكا، ماشي، وفلفل اسمر، وممكن واسمها ايه، ممكن تحط بقى شوية خل، يعني معلقة خل. هنا بقى هنحط كل التتبيلة دي على البانيه وهنركنه كده على جنب. طبعا بعتذر عشان انا بسجل الفيديو الصبح، بسجلكوا الفيديو الساعة 6 الصبح وعندي برد وصوتي رايح، فيعني اعذروني يعني. هنا بقى هحط كده، طبعا لازم ادبل البانيه كده واحدة واحدة عشان كل التتبيلة توصل البانيه كله، ما تبقاش يعني واحدة متبلة واحدة لأ. فهنرصه كده فوق بعض وناخد التتبيلة ونحطها. طبعا انا غاسلة ايدي وطبيعي يعني ده اكل بيتي، فطبيعي ان انا ههتم بنظافته. او البانيه طبعا لازم تغسله الاول بليمون، تنقعه في ليمون. يعني انا جبت الاول نقعته في ليمون. هنا بقى كنت خلصت البانيه اهوت كله اتدبل خلاص. بصوا خلاص كده هركنه بقى. وهنا بقى دي برضو اللي هي هعمل كفتة بانيه، ماشي. هنا بقى 3 بصلات وقرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر وكمون وملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ و7 بهارات. انا حطيت 7 بهارات يعني مكانش عندي بهارات فراخ. هنصفيهم كده. طبعا يعني هنصفيه كل اسمها ايه، هو انا مش عارفه المفروض كنت صفيت البصل والفلفل وبعد كده حطيت البهارات. دي كده اول غلطه. انا بقول لكم على الغلطات اللي انا غلطتها. المفروض كنا حطينا البانيه وحطينا معاه التتبيله البهارات. ما كناش حطينا، كنا حطينا بس ملح على الفلفل على البصل عشان يسهل ان هو ينزل الميه بتاعته بسرعه. دي كده اول غلطه. تاني غلطه بقى انا غلطتها اللي هي المفروض ما كنتش حطيت كميه البصل دي كلها على، يعني المفروض كنت حطيت بصلايه واحده صغيره على نص قرن فلفل بس، ماشي. هنا بقى حطيت ما كانش عندي بصمات، حطيت شويه فيجيتار او على معلقه دقيق، وحطيت شويه من البيكنج باودر، ماشي. تمام. شو التتبيله اللي انا نزلتها بقى، حطيت الميه اللي انا نزلتها بتاعت البصل مش هرميها يعني، حطيتها على البانيه. تمام. معايا بيضه وفيجيتار، ماشي، او بقسماط على حسب ما انتوا ما بتحبوا. وهنكسر بيضه كده على طول وهنقلبه بقى طبعا الكفته، يعني لو حد عنده طريقه حلوه للكفته اللي هي البانيه دي اللي هي كفته الفراخ، يعني يا ريت يقولي في التعليقات على الطريقه وانا هجربها، لاني انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. خلينا نكمل الفيديو. هنا بقى هاخد قلبت، بعد ما قلبت في البيضة هاخد بقى كده قطعة واحطها في الفيجيتار واضغط عليها وهنفضها كده، يعني هنفض كل اللي فيها الزيادات يعني، وبحيث انها تعمل شكل تجعيدي كده. تمام. هناخد بقى من كل كده ونعمل الكمية كلها. كده كل الكمية بقى نوديها التلاجة. تمام. ممكن نوديها التلاجة نص ساعة، وممكن عادي نيجي على طول. ما كانش في وقت عندي فبصراحة ما دخلتهاش التلاجة. تمام. هنجيب بقى هنا شوية زيت وعشان اعمل بيهم الكفتة، ماشي. هي الدنيا كانت تمام وكل حاجة، هتشوفوا بقى دلوقتي. تمام. بعد ما وقفت اصبع كل كمية في العصيان، هدين طبعا الطبق زيت عشان ما تلزقش في قلب الطبق واجي اشيلها. هو انا ممكن يكون غلطة اول حاجة ان انا حطيت بصل كتير، بس ان شاء الله بجربها تاني يعني في فيديو تاني لوحده بطريقة، بس انتوا بيقولولي. هنا بقى بعد ما صبعت كل الكمية هجيب صينية، ولو انتوا عندكم جريل، بصراحة انا ما عنديش جريل، هحط فيه شوية زيت سخنين. تمام. لما يسخن هحط الكفتة، ماشي. ادي اهو. تمام. وانا ينفع اعملها في فيجيتار؟ يعني قولولي لو ينفع ان انا اعمل كفتة الفراخ دي في فيجيتار. تمام، يعني نجرب كده نعملها مرة في فيجيتار. هو خدتني. بص بقى،
هنا انا خدت صدمة، خدت صدمة بجد، اللي هو مش فاهمة في ايه، مش هتتقلب. لزقت. قمت شايلة كل العصيان بعد ما وقفت وصبعت كل ده، في الاخر شلتها. طب ما انا كنت صبحتها كلها من الاول في الطاسة، في الصينية وخلاص. اها، ساعتها خدت صدمة بجد. هنا بقى هحط الزيت وكده. كنت عاملة شوية مكرونة سباكيتي، طبعا عاملة مكرونة معاكم كتير بالصلصة، فمحبتش ان انا اطول عليكم اكتر من كده، كفاية الصدمة اللي انا خدتها. البانيه كان زي الفل بصراحة، كان زي الفل وكان طعمه حلو جدا. ادي بقى هنا المكرونة السباكيتي، طبعا دخلتها الفرن وبعد كده رجعت طلعتها تاني على البوتاجاز، كانت ليلة. بصوا خدت صدمة بجد. بس لازم انا ازينها كده، هعمل ايه؟ عملت شوية سلطة وجرجير، لكن دي حرفيا انا اللي كلتها. كله كل بانيه، من قالوا البانيه طعمه حلو. بس اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة في صدمة.